عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده هنعمل معاكم كيكة الرواني او كيكة الزبادي او كيكة البسبوسة، وساعات كمان بيقولوا عليها كيكة الروفاني او روفاني كيكة. كيكة حلوة قوي ومسقية حلوة قوي بالشربات وجميلة، والخليط كده ما بين الكيكة وبين البسبوسة بتتعمل بدقيق ابيض وبدقيق السامولينا اللي هو دقيق البسبوسة. بتكون طرية جدا وهشة، مجرد بس ما تحطي فيها بس الشوكة كده بتتقطع معاكي بسهولة. مليانة عسل او شربات كده وشكلها زي البسبوسة، لكن الطعم بتاعها هش وطري عن البسبوسة شوية، وفيها نكهة كده بتاعت جوزة الهند، وبنزينها بردك بجوزة الهند. النهاردة بقى هنعملها معاكم بطريقة حلوة وجديدة وجميلة جدا، ومقاديرها مظبوطة من غير بيض كتير ولا مضرب كهربائي. هنعملها بالمضرب اليدوي. اول حاجة هنجيب كوبايتين من السكر، وكوبايتين كوبايتين ونص سكر وكوبايتين ونص مية. هنعمل الشربات بتاعها الاول وبعد كده نقول لكم هنعمل الكيكة ازاي. يلا بينا. كوبايتين من السكر، كوبايتين ونص من السكر، المج العادي اللي موجود في اي بيت زي ما انتم شايفينه كده. وهحط بردك كوبايتين ونص من الميه، وهسيبهم بقى ايه، هقلبهم شويه كده على البارد، وبعد كده هنزل بقى بالايه، هولع النار عليهم. هنقلب حلو قوي كده لحد السكر ما يبتدي يدوب معانا، وبعدين هولع النار عليهم. دلوقتي بقى بعد ما غلي كده هجيب بقى ايه، نص ليمونه وانزل بيها كده، وشويه فانيليا، وهطفي عليها بقى، اسيبها 5 دقايق كده واطفي عليها. خلصنا الشربات وحطيناه على جنب بقى يبرد عبال ما نعمل الكيكه بتاعتنا. هنجيب بقى بوله، هنحتاج بقى 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ زي ما انتم شايفين كده، وهننزل عليهم بكوبايه سكر، وهنقلب بقى ايه الخليط ده حلو قوي. بعد كده هنحط بقى ايه الفانيليا بتاعتنا، وهنحط كوبايه الزبادي، وعندك نص كوبايه زيت، اي زيت بقى عندك بتاع خضار، زيت زيتون، زيت عباد الشمس، اي زيت عندك موجود. وهنبتدي بقى ايه نقلب بقى كله مع بعضه كده كده. بعد ما قلبنا كله زي ما انتوا شايفين كده، وتحسي خالص ان السكر داب معاكي خالص، وما تحسيش بالحبيبات بتاعته او انها مخرزه كده وانتي بتعملي في البوله كده. بصوا، بعد كده بقى هنزل بايه، بكوبايه الدقيق السامولينا او دقيق البسبوسه، ونص كوبايه من جوز الهند. وبعد ما قلبناها زي ما انتوا شايفين كده، الخليط دوت زي ما انتوا شايفين كده هيكون ناشف شويه، مش زي الكيكه العاديه، لان ديت طبعا ما فيهاش سوائل كتير. وبعدين لما نحطها في الفرن ونطلعها هتكون عطشانه بقى، هنسقيها بايه، هنسقيها بالشربات بتاعنا اللي احنا عملناه. دلوقتي بقى ايه، هنجيب صينيه وندهنها ونرجع لكم تاني. جبنا صينيه اهي، ورحنا دهنينها كده بالزيت زي ما انتوا شايفين كده، تكون مقاس 22 23 كده. انا ما عنديش صينيه مربعه، مثلا عندك مدوره حطي. انا ما عنديش صينيه، كنت عايزه اعملها في صينيه مربعه، بس بقى ايه لقيتها كبيره قوي، فقلت ايه اعمل اللي هي المدوره دي، ومقاسها يا دوبك على قد ايه الكيكه اللي انا عاملاها. دلوقتي بقى ايه هنزل
بمعجون الكيكة بتاعتنا. كده في الصينية زي ما انتوا شايفين. هخبطها بقى ايه، وزعتها حلو قوي الصينية، هخبطها كده خبطتين كده حلوين عشان تبقى مستوية كده، وتطلع لو فيها هواء او فيها حاجة تطلعه زي ما انتوا شايفين كده. وهحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 200، وبعد 10 دقايق هوطي النار شوية لحد 180، وهسيبها بقى نص ساعة او 35 دقيقة، وبعدين هنوريكم الكيكة بتاعتنا. بصوا الكيكة، بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا بعد ما طلعت جميلة هي زي الفل زي الفل. دلوقتي هنجيب بقى ايه العسل بتاعنا، ونبتدي بقى ايه ننزل بيها كده، نسقيها بقى. كل ما تشرب العسل هنديها شوية كمان. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ في ناس بقى بتقطعها قبل ما تسقيها العسل دوت، بس انا ايه هسقيها العسل وبعدين اقطعها قدامكم كده. زقتها بقى الشربات وقطعتها زي ما انتوا شايفين. ابتديت بقى ايه احط جوزة الهند ازينها بيها. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مرة يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم منوعات مطبخ ايموني.